يلا بينا نعمل اول لوك في العيد. سهل جدا، ينفع مع كل العيون وينفع لكل الخروجات. اول حاجه رسمت حواجبي بقلم ريل بيوتي. طبعا تقدروا تستخدموا اي خامات عندكم بتعرفوا تتعاملوا بيها براحتكم، مش لازم نفس اللي انا بستخدمه. بس هو عموما القلم ده حلو قوي قوي. انا بعد ما حددت من فوق وتحت رسمت بالفلوماستر شعرايه. وزي ما انتم شايفين اهم خطوه تنظيف الحواجب بالكونسيلر. انا دي سبتها لكم حتى ما قطعتهاش ولا سرعتها علشان يعني تركزوا انا بمشي ازاي واحده واحده. بعد كده مشطت الشعر بالواكس من شمس حلوه قوي. بعد كده استخدمت الليكويد فلتر ده يا جماعه. هو عباره عن جلوينج كده للبشره، بيدي البشره كده لمعه رهيبه صحيه فظيعه، بتبقى تحت الفاونديشن او حتى لو نستخدم كونسيلر بس. ده من سوما، والفاونديشن برده من سوما. خلطت الدرجتين دول. الفاونديشن خفيف كده على البشره وحلو جدا. دمجت درجتين من الكونسيلر بتاع سوما برده حلو قوي قوي. التغطيه بتاعته حلوه جدا. اهم حاجه توزعه كويس وما بقاش فيه اي خطوط تحت العين او اللي هو الحد بتاع الكونسيلر. الليكويد بلاشر ده يا جماعه من احلى الليكويد بلاشر من سوما. تحفه بجد بجد بجد. اي ميك اب ارتست عايزه حاجه كده البيجمنت بتاعها حلو والدمج سهل جدا والوانه خطيره، لازم تجربوا بجد حلو قوي. سوما يا جماعه براند مصري هاي اند تحفه بجد بجد. وانتوا عارفيني طبعا بقول رايي بمنتهى الصراحه، مش بجامل ابدا. بعد كده استخدمت اللوز باودر. عملت بس المناطق اللي هي تحت التي زون، تحت العين كده، الخطوط والمنطقه التي زون هي القوره والمناخير. نيجي بقى للاي شادو. الباليت الاي شادو دي برده من سوما. بصوا البيجمنت يا جماعه بتاع الاي شادو وجماله. استخدمت هو انا فعلا استخدمت درجه واحده بس، اللي هي الدرجه نبيتي على موف شويه كده. عملت الاول طبطبه بفرشه كبيره على الجفن المتحرك. بعد كده بدات اطلع واحده واحده. اللي هيخلي اللوك ده تحفه انك لازم، خصوصا لو عينك مبطنه زيي، لما تفتحي عينك وتبصي في المرايه تبقي شايفه برده الاي شادو، وتبتدي توزعي شويه على التبطينه. فاهمين؟ نطلع شويه شويه، ما تطلعيش مره واحده علشان ما تبهوأش مننا. بعد ما وزعت رجعت تاني ثبت اللون وتقلته على الجفن المتحرك زي ما انتم شايفين. بصوا كده بقي ازاي تحفه تحفه. تقدروا طبعا على حسب اللي بتعملوه، زيتي تعملوه ازرق، تعملوه بني، تعملوه اسود، نفس كده اللوك سهل جدا ويمشي مع العيون. بص انا عيني مبطنه جدا وفي نفس الوقت بحب جدا اللوك ده. بعد كده استخدمت الهايلايت ده من شمس يا جماعه، رائع. الهايلايت من شمس البيجمنت بتاعه عالي جدا وفيه درجات كتير مختلفه. بعد كده رسمت خط كده تحت العين. عايزين تحطوا بقى كحل اسود براحتكم، عايزين تحطوا بيج براحتكم. انا اكتفيت بس بان انا رسمت بالاي شادو نفس لون الاي شادو على خط الرموش. الرموش دي برده من سوما، خطيره، في طبعا درجات كتيره جدا. والروج من لورد اند بيري درجه 21. قولوا لي ايه رايكم؟